السلام عليكم. مع وصفات ام والي جيتكم بوصفه نعتبرها شتويه لانه فيها شوفلور، فيها المريقه، حاجه دافيه دفينه، وصفه بنينه. يعني اللي ما يحبوش الشوفلور مش هيعرفوا انه الوصفه هذه فيها شوفلور. اذا واش راح نحتاج؟ هنا عندي نص صدر تاع الدجاج فقط، راح نستعمل نص صدر. ها هو نحيته قطعته قطع صغيره وطحنته في الروبو. يعني الا كان فيه كاش خيط ولا نحي هذاك الخيط، يعني كيما نقولوا حنا لينا هذوك نحيهم باش ما يخسروكش الروبو تاعك، وتطحني باينه كي تطحني يعني تضربي وتنحي، يعني ما تبقايش ضاغطه على الروبو تاعك باش ما يتحرقلكش. هنا عندي هذاك العظم اللي نحيته من الصدر تاع الدجاج باش نبنوا به المرقه تاعنا. نحتاجو فص تاع الثوم والشوفلور. هنا عندي حوالي نص راس صغير، لكن الراس اللي عندي صغير درت النص تاعو فقط. اول حاجه نديرها وشنو هي؟ نحكم هذاك الشوفلور نقطعو قطع صغيره ونديرو في الروبو. الروبو دائما عاونيه، يعني ما ديرش قطع كبيره، يعني الا حبيتي حاجتك ضاين معاك. اذا نقطعو قطع صغيره اذا ونطحنو. ديري بالكميات صغار ونطحنو بسم الله. اذا ها هو معايا بعد ما طحنته، شوفوا كيفاش ولا لنا. اذا نكمل نطحن الكميه اللي عندي كامله. اذا ها هو معنا، شوفوا كيفاش ولا لنا. اذا نكمل نطحن اللي عندي ونرجع لكم. بعد ما طحنته حسيت انه القبسي ما راحش يكفيني، نبدل له المكان هكذا باش نخلطو اليز فقط. يعني هاد الوصفه فاش مليحه تجي زاكيه، يعني الا درتي صدر وراس شوفلور صغير راح يوكل لك يعني العائله كامله. اذا هنا واش نزيد له؟ نزيد له شويه تاع المعدنوس، يا اما يابس يا اما طري مقطع رقيق. راح ندير له فص تاع الثوم، نسكرفج له فص تاع الثوم. من بعد واش ندير التوابل. ندير شويه تاع فلفل الكحل، ندير له شويه تاع راس الحانوت وشويه تاع فلفل عكري. طبيعه الحال اللي تحب الحار ديري الحار. ندير شويه تاع فلفل عكري، نديرو كامل شويه شويه. نملحو الخليط تاعنا، نديرو الملح، نقيس الصدر تاع الدجاج والشوفلور، ندير هذيك البيضه كامله ونخلط كل شيء مع بعض حتى يتجانسوا لنا. بسم الله. اذا ها هو الخليط اللي تحصلت عليه، نخليه يشرب على جهه، نوجدوا لاصوص ونرجعوا له. اول حاجه في لاصوص نبدا بها اني ندير شويه تاع الزيت. اذا ندير كميه تاع الزيت وندير هذاك العظم نتاع الصدر اللي نحيته نديرو يتقلى هكذا ما خاسرين والو. وندير معاه بصله مقطعه رقيق نخليهم يتقلاو مليح. بعد ما تقلى لي هذاك البصل مع هذاك العظم تاع الدجاج، هنا عندي حوالي مغرفه كبيره ماشي معمره بزاف تاع طماطيش مصبره، راح نضيفها لانه راح نديرو مرقه حمراء. راح نديرو التوابل اللي هما نفس التوابل اللي درناهم في الخبيزات، يعني نديرها في الحانوت، فلفل الكحل، وندير العكري محلو. بلا ما ننساو ندير شويه تاع الملح، وندير كميه تاع الحميصه طيبه نص طياب اذا نضيفها. بلا ما ننساو شويه تاع المعدنوس يابس ولا طري كيما حبيتي اللي عندك يعني اللي متواجد. نخلي كلشي مليح. بعد ما تقلاو لي نمرق بالماء السخون بسم الله. الحميصه طيبه نص طياب حتى طيب لنا الحمص، وهذاك العظم يطلق لنا البنه تاعو في المرقه وتنقص لنا يعني نص المرقه. نعاود نرجع لكم. انا نغلق عليه نخليه يطيب ونعاود نرجع لكم. من بعد نعاود نرجع في الخليط تاع الشوفلور مع الصدر تاع الدجاج. نحكم هنايا شويه تاع فرينه نديرها في طبسي امامي. من بعد نحكم درت الزيت سخن في المقله ونحكم هاد الخبيزات هادو، يعني شوفوا نص صدر تاع الدجاج مع ميم با نص تاع شوفلور. شوفوا واش راح يدير لنا. اذا نحكم نديرو هكذا شويه بالطول ونديرو في الفرينه ونديرو مباشره يتقلاو لنا في الزيت بهذه الطريقه. نفض الزائد. اذا نزيد نخدم وحده
هذه الوصفه مليحه بزاف، خاصه يكون عندك ضياف ولا يعني دجاجه تقدري ديري بها شحال من وصفه. نقدر ديري بها هذه الوصفه والوصفات الاخرين ديري شطيطحه ولا ديري. اذا ها هما معنا نديرهم مباشره يتقلاو لنا. بعد ما سخنت الزيت ندير هذوك لي بولات ولا صبيعات ولا كيما حبيتي شكليهم حتى يحمروا لنا من جهتين. بعد ما حمروا نقلبهم من الجهه الاخرى ونخليهم يطيبوا لنا مليح. بعد ما طابوا وحمروا لي نحيهم نديرهم فوق هكذا باش نقصوا شويه اليدان. نكمل كامل نقلي الكميه اللي عندي بنفس الطريقه ونخلي هذيك المريقه تاعنا طيب الحميصه طيب ونعاود نرجع لكم. من بعد ما فتحت على القدره تاعي هذاك الدجاج طاب نحيه، يعني هذاك العظم الحميصه طابت. وشوفوا لازم تخلوا شويه مريقه، يعني ما تخلوهاش تنشف كامل. وهذه المريقه ندير فيها هذوك الخبيزات اللي قليتهم هكذا باش يتشربوا لنا ويزيدوا يطيبوا. اذا نستف كامل الخبزات اللي عندي. اذا ها هما معنا ونخليهم على الاقل ندير الغطاء عليهم، يعني ماشي نغلق لا كوكوط، ندير الغطاء عليهم ونخليهم على الاقل 10 دقائق يطبخوا في هذيك لاصوص. النار تكون قليله ونعاود نفتح عليها. وقبل ما نغلي ما يبدا يغلي قبل ما نغلق عليه عفوا، يعني هنا حبيت نضيف له قرن تاع الحار في الاخير هكذا يطلق لنا البنه ونخليهم يغلي هذيك 10 دقائق. من بعد ما جازوا حوالي 10 دقائق فتحت عليه شوفوا يعني زادوا طابوا لنا وطلقوا. هذيك المريقه راح تولي عاقده لان درناهم في الفارينه باش قليناهم. اذا نطفي عليهم ونقدموهم. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. بعد ما سربيتها درت لها الكثير تاع الحار في الوسط هكذا باش نزينوه ودر لي كميه لاباس بها. شوف هذيك لاصوص كيفاش جات خاثره، جات تشهي. واللي يحب الحار يقدر يزيد في لاصوص الحار راح تجي اكثر من رائع. اذا نجربوا الوصفه، وصفه زاكيه توالم العائلات للمات في هذا البرد وما حش يعرفوه اصلا انه شوفله. اذا راح نقسم لكم منه شويه هكذا باش تشوفوه عن قرب يعني كيفاش جانا. بسم الله. اذا ها هي شوفوا كيفاش جا يجي طري. هذاك الدجاج في الوسط طايب، هذاك الشوفلوغ يطيب. جربوا الوصفه والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده والى اللقاء.